جوازة ببلاش وعرض مغري للرجالة في مصر من بنات أيسلندا بسبب الارتفاع الكبير لنسبة الستات عن الرجالة هناك، ومسهلين كل الإجراءات ليك عشان تقدر تسافر وتروح وتتجوز وتفتح بيت على طول بدون أي شروط. ودي مش أول مرة، من فترة كان في بنات خرجوا وطلبوا المصريين بالاسم وعرضوا جمالهم على السوشيال ميديا وكتبوا مطلوب عريس يكون مصري، وده ما كانش هزار منهم، لا ده كان حقيقي. وفي اللي سافر هناك دلوقتي واتجوزوا. ايه قصة بنات ايسلندا بقى وسبب اختيارهم للمصريين والصعايدة بالتحديد؟ تعالوا نحكي. لو انت صعيدي مش هتدفع ولا جنيه غير التحاليل اللي هتعملها، ولو كلها تمام هتسافر ببلاش، حتى مش هتدفع تذكرة الطيران. ولما توصل هتعمل عقد الجواز وهتقعد مع العروسة في شقتها، وهتوفر لك عربية والحكومة هناك هتوظفك بهدف زيادة النسل هناك. يعني لا هتدفع مؤخر ولا مقدم ولا هتجيب عفش، هتروح بشنطة الهدوم اللي معاك. السبب في طلبهم الجواز مش بجاحة يا سمح الله، لكن بسبب قلة نسب الرجالة هناك، لدرجة إنهم كانوا بيعملوا مسابقات هناك. لو في عريس بيدور على عروسة بيدخل كل البنات في مسابقة، واللي بتفوز هي اللي بتتجوزه. وبسبب قلة العرسان البنات بقت تقبل هناك أي حد حتى لو متجوز غيرها بتقبل بيه عادي، وعامل السن بقى مش متاح هناك. يعني عادي تلاقي واحد عنده 60 سنة بيتجوز من واحدة عندها 22 سنة، ماشيين بمبدأ عريس يا بوي. وبالرغم من كل الإجراءات اللي بتعملها الحكومة عشان تشجع على الجواز، لقوا إن الرجالة اللي هناك مش مكفية، فعملوا اجتماع وقرروا يفتحوا باب الهجرة للجواز. وبدأت البنات تعمل جروبات على السوشيال ميديا وينشروا صورهم ويكتبوا مواصفات فتى أحلامهم والعرض اللي مقدماه مقابل الجواز. لكن أغلبية البنات دي كانت بتطلب شباب من مصر وبتكتب في الكابشن يكون صعيدي، ودي كانت حاجة غريبة جدا. وفي منهم اللي سافرت على الدول العربية المسلمة واللي منهم مصر عشان يدوروا على نصيبهم، ولما بيرجعوا بشاب مصري أو عربي وبيتجوزوا هناك بيبقى عيد وبيستقبلوهم بالطبل والزمامير لحد باب بيتهم، وبيعملوا فيديوهات وبينشروها من أجل الترويج للجواز من البنات هناك، وبيشجعوا الشباب العربي على الجواز منهم.